كل شارع في مصر فيه بيت قديم، بس مش كل بيت وراه قصة. في قرية صغيرة اسمها كفر داوود تبع المركز السادات في محافظة المنوفية، في بيت من بره شكله عادي جدا، لكن جواه حصلت حاجات خلت الناس تقفل بابه من سنة 1994 ومحدش دخله تاني. الناس في البلد بيسموه بيت البير المسحور. البداية وأول مرة نسمع عن البيت ده كانت في عدد جريدة الجمهورية يوم الجمعة 18 مارس 1994. في صفحة الحوادث انتشر خبر صغير بعنوان وفاة شاب داخل منزل مهجور، السبب قيد التحقيق. الضحية كان اسمه محمود كامل عبد التواب، شاب عنده 22 سنة. دخل البيت ده في نص الليل عشان يدور على كنز، بس خرج منه وهو بيصرخ ويقول اللي تحت السلم مكانش بني آدم، ومات بعدها بيومين في مستشفى السادات المركزي من غير سبب واضح. القصة ما وقفتش هنا. في كتاب فعلي اسمه ظواهر غير مفسرة في الدلتا تأليف دكتور أسامة أبو زيد، وصدر عن دار الهلال سنة 2004. اتكلم عن 3 بيوت في المنوفية فيهم حاجات غريبة. واحد منهم كان موصوف كده بالحرف: بيت قديم يقع خلف مدرسة كفر داوود الإعدادية المشتركة، ملاصق لسور الطاحونة القديمة، به بئر مغلق من 40 سنة، وتكرر فيه أكثر من حالة لفقدان الوعي والهذيان. يعني البيت ده مش مجرد إشاعة، في ذكر ليه في كتاب بيتباع لحد النهاردة. حكاية العمدة اللي اختفى. البيت ده كان ملك العمدة مصطفى البنا، مولود سنة 1912. اختفى هو وأخته نعيمة وابنه في ظروف غريبة سنة 1951. آخر ظهور ليهم كان يوم 11 مايو 1951 في سجلات المجلس المحلي. الأكل كان متساب على الترابيزة والبيت مفتوح، بس مفيش أي أثر ليه. الحاج عربي منصور، بقال كبير في البلد، قال في تسعينات القرن اللي فات انه كان بيجي يشتري مني بنفسه. في يوم قال لي لو مرجعتش بكرة متقربش من البيت، ومن وقتها فعلا مختلف. الفيديو اللي اتصور جوه البيت في 2013، 3 شباب صوروا فيديو جوه البيت ونزلوه على فيسبوك. اللي صور كان اسمه محمد شعبان الشاذلي، طالب وقتها في مدرسة السادات الثانوية. الفيديو كان بعنوان لقينا بير غريب جوه بيت مقفول، لكن بعد أقل من أسبوع الفيديو اختفى. وفي واحدة من النسخ اللي الناس لحقت تحفظها ظهرت لقطة سريعة لطفل صغير قاعد في الأرض وسط الضلمة بيعيط وبيقول بصوت مكسور رجعوني عند ماما، أنا مش لوحدي. وبيقال إن الطفل ده هو نفسه ابن العمدة مصطفى اللي اختفى مع العمدة وأخته نعيمة سنة 1951، وإن مفيش أي حد شايفه بعد اليوم ده، لا حي ولا ميت. الجملة كانت بصوت مكسور، وبعدها الكاميرا فصلت تمام. محمد دخل في انهيار عصبي واتحجز في مستشفى شبين الكوم العام، والتقرير الطبي قال حالة ذهول واضطراب سمعي مفاجئ. ملف رقم 23/2013. الدولة دخلت كمان في 2008. الهيئة العامة للتفتيش العقاري عملت تقرير فحص للبيت. البيت كان معروض للبيع، لكن التقرير رقم 2008/89 قال المنزل يعاني من انبعاث رائحة غير معروفة المونستر، وأرضية الحجرة الجنوبية تهتز بشكل طفيف عند الوقوف المستمر. وده اللي خلاهم يرفضوا إصدار أي ترخيص سكن أو ترميم للبيت. تحول البيت لمكان ممنوع دخوله رسمي. الناس في كفر داوود بتقولك البيت ده بالليل ما يتعداش جنبه، والبير اللي فيه لسه بيطلع صوت ميه رغم إنه مقفول من 40 سنة. هل البيت ده فعلا مسكون، ولا في سر محدش اكتشفه لحد النهاردة؟ اللي مؤكد إن كل اللي دخل مرجعش زي ما كان. لو عايزني احكي لك عن اماكن تانية شبه كده، زي المدرسة اللي اتقفلت بعد ما 3 طالبات فقدوا الوعي جوه معمل العلوم، اكتب لي في الكومنتس. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. وبفتكر مش كل بيت مقفول امان، وفي حاجات كتير بتحصل بس محدش بياخد باله.